عدى 23 سنة على صورة الحضانة، بس مش كل الصور بتفضل بريئة. أنا دلوقتي عندي 31 سنة وكل حاجة رجعت لي فجأة. افتكرت ليلى صاحبتي البريئة الشقية اللي ياما لعبنا سوا. ليلى واقفة في البلكونة اللي فوقي، كانت باصة للكاميرا، ووراها راجل مش باين ملامحه، لابس بلطو أبيض وماسك شنطة سودة كبيرة. زر عند الباب لازم يتفتح. كنت بدور في شقتي مش عارفة على إيه، بس كنت حاسة إن في حاجة مستخبية. عينيا وقعت على السجادة، ما كانتش راكبة على الأرض صح. شلتها، لقيت باب حديد قديم مقفول بترباس باين عليه الزمن. فتحته وطلعت ريحة عفن، وكأن المكان ده اتنسى سنين. وسمعت صوت خطوات، أو من خوفي تهيألي إن في خطوات. انزلي يا نور، هتشوفي الحقيقة كاملة. أبو كان أقدم من أي حاجة فوق، غريب، والحيطان أكلتها الرطوبة. في الركن شنطة طبية قديمة، فتحتها لقيت دفتر جلدي عليه اسم: ملاحظات دكتور ميم سين. العينة 4 لم تتجاوب، تم التخلص منها. البنت قاومت، صوتها كان عالي، اضطريت أهديها بسرعة. وقفت، نفسي اتقطع. لقيت ورقة مكتوب فيها: العينة رقم 30، ليلى، 10 سنوات، 12 مارس 2004. وبخط تاني: دخلت القبو بالغلط، شافت اللي ما كانش المفروض تشوفه، حقنتها بالسم ورميتها من فوق. لازم يصدقوا إنها انتحرت. يعني ليلى اتقتلت